ضجة واسعة أحدثها اللاعب الدولي التونسي السابق عمار الجمل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان طلاقه من زوجته الشهيرة باسم روريت، وحذف الزوجين المعروفان بنشر قصة حبهما وحياتهما الخاصة اليومية على انستجرام الصور التي تجمعهم. وأعلن عمار الجمل في تدوين على حسابه بتطبيق انستجرام طلاقه من زوجته التي تزوجها منذ 1.5 سنة، وكتب: للناس اللي تسألني لماذا تطلقت، أقول الذي يخير انستجرام على حياته الشخصية وواجباته الزوجية ويختار عرض حياته للناس يتحمل مسؤوليته في الحلوة والمرة، والحياة الافتراضية فيها الجيد والسيء. ويأتي القرار بعد حدوث مشكلات بين الزوجين بسبب اتهام عمار الجمل لزوجته بإهمال حياتهما الزوجية وبيتها. وعلق الإعلام التونسي سمير الوافي على نبأ الطلاق عبر حسابه على الفيسبوك قائلاً: عندما تدخل في علاقة فإن هناك شخصاً استأمنك على عرضه وشرفه، على مفاتيح أسراره وحقيقته التي لا يعرفها غيرك. إنها أمانة ثقيلة جداً ستحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة. إنها خطوط حمراء لا تتجاوزها حتى لو كنت مظلوماً ومجروحاً. كن شريفاً حتى في المعارك، كن شهماً حتى في النهايات، كن أصيلاً حتى في الفراق. فالبدايات حب والنهايات أخلاق، وكل البدايات جميلة وكلهم في البدايات رائعون، لكن النهايات امتحان أخلاقي. وتابع: لذلك عندما تنتهي العلاقة ارمي مفاتيح أسرارها في البحر، وترفع عن الإساءة وانتهاك الأعراض والتشهير بمن كنت تسميها حبيبتي أو كنت تناديها زوجتي. فلا تنكر فضلا ولا تفشي سرا ولا تهتك سترا، ولا تنسوا الفضل بينكم، لأنك تسقط أخلاقيا بمجرد أن ينال لسانك في عرضها وشرفها، حتى لو كانت هي من بدأت وظلمت. كم تحملنا الأذى لنظل جديرين بصفة رجال بالمفهوم الشرقي والقيمي الذي نعرف. وعمار الجمل هو لاعب تونسي دولي سابق لكرة القدم ومقدم برامج رياضية، لعب في المنتخب الوطني منذ سنة 2009، وهو لاعب بالنادي التونسي لكرة القدم النجم الرياضي التونسي.